اللي عايز يعمل ويجرب معانا احلى واطعم صينيه بطاطس بكل بساطه يتابع معانا الفيديو للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مامة نورة معاكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه بطاطس طعمه وجميله ومبسطه جدا. اول حاجه انا سلقنا اللحمه، وهنا البطاطس زي ما انتم شايفين قشرتها وخرطتها، وهنا الطماطم، ودول 3 بصلات، ودول 3 فصوص توم، وهنا معلقه فلفل اسمر كبيره، معلقه ملح كبيره، معلقه شطه بكمون صغيره، وهنا معلقه صلصه كبيره، ومعاها معلقه السكر الصغيره جدا دي، بس معلقه السكر الصغيره دي ما بتخليش في الصلصه مزازه نهائيا. وهنا طبعا الزبده، وهنا دي جبنه مبشوره، اللي حابب يحطها لو هي متوفره بتبقى جميله وبتدي شكل وطعم حلو جدا. لو مش موجوده مفيش اي مشاكل. صينيه البطاطس بتاعتنا مبسطه جدا وهتلاقوها في الاخر طعمه جدا. ودلوقتي نبدا ان شاء الله نعمل صينيه البطاطس مع بعض. هنقطع البصل شرايح والطماطم شرايح ونبدا نعمل صينيه البطاطس. ودلوقتي بقى احنا دوبنا معلقه الصلصه مع معلقه السكر الصغيره جدا دي مع الشوربه، ونبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى زبده عشان برضو تبقى ايه، نحط في الصينيه الاول زبده مع طماطم مع كام فص توم كده مع شويه البصل، نبدأ بقى نحط البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى هنجيب برضو اللحمة نحطها في النص علشان الجبنة تبقى حطها على الوش تبقى باينة، متبقاش تبقى اللحمة في النص. هنجيب برضو شوية البصل صغننين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب برضو كام قطعة زبدة زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى كلها متطعمة من النص وفوق، تبقى كلها ايه شاربة من بعضها. دلوقتي بقى نطلع اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى ناخد الشوربة بالصلصة نسقي الصينية ونكمل برضو. الصينية بقى ما شاء الله تاكلوا صينية بطاطس بقى وتدعولي، ما شاء الله عليها بيبقى طعمها روعة. نرجع تاني ناخد بقى البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيهاش اي حاجة، مبسطة جدا وفي نفس الوقت طعمة جدا. ما بحبش بقى اكتر اللي هو التوابل الجزر، وفي ناس التوابل وفي ناس بتحط جزر وكرفس والحاجات دي، بتبقى بتحس ان انت بتاكلي صينيه البطاطس اكنك بتاكلي كرفس وطعم الجزر، ما بيبقاش صينيه البطاطس دي ابدا. فدي مبسطه جدا وطعمه جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. هنجيب بقى بقيه برضو البصل على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم.
برضو بقيه الشوربه بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بصي الصينيه شكلها يفتح النفس. ولو بقى بتحب الشطه ممكن تحط رشه شطه بسيطه كده، بتبقى برضو طعمه. نقول الجبنه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدل فيه بقى بتبقى الصلصه كتيره، ما بحبش الصلصه بتاعتها كتيره ابدا. كده كل ما بنبسط في الحاجه بتطلع طعمه وبتطلع حلوه. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم وتدعوا لي باذن الله. ودلوقتي بقى الصينيه خلصت، منظرها ما شاء الله يفتح النفس من غير ما تخش لسه الفرن. ودلوقتي دي رشه الشطه اللي انا قلت لكم عليها اهي. دي اختياري، اللي بيحب الشطه يحطها واللي ما بيحبهاش مش لازم منها. بس هي برضه بتدي طعم جميل، هي مش مزوده الشطه قوي بس بتدي طعم حلو. ودلوقتي ندخل الصينيه الفرن ونشوفها بعد كده مع بعض ان شاء الله. دلوقتي بقى الصينيه زي ما انتم شايفين طلعت من الفرن ما شاء الله عليها في منتهى الجمال. ومش هقول لكم بقى الريحه حكايه قلب البيت كله. ولو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد.